الجمبري البتر فلاي وطريقة الصوص والمقادير والأسرار لأول مرة، الصوص والتتبيلة وطريقة التسوية وطريقة التنظيف. هنقول ايه؟ الحكاية حلوة. هنبدأ بذكر الله وصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الجمبري هنفتحه على شكل فراشة من الظهر بالشكل ده كده. بضغط على الجمبرياية بإيديا اهو، افتحها كلها من الراس للديل واشيل منها عرق الرمل ده. هنا هفتح الراس كمان، يعني على شكل فراشه. باتر فلاي يعني ايه؟ يعني فراشه. بص اهو، ضاغط عليه بايديا بالشكل ده واشيل منه العرق ده. كمان واحده، اضغط بايدك، اسحب السكينه الراس، شيل العرق. لازم نعمل ايه بقى؟ نتاكد ان العرق ده انشال عشان بيبقى فيه رمل، واشطفه شطفه حلوه كده تحت الحنفيه بالواحده. واروح بقى اجيب خلاط واحط فيه ايه؟ شويه جزر، فلفل اخضر، وشويه كرفس، ومعلقه مستردة، وسنه ملح بسيطه، وملح وتوم وكمون، واضرب كله في الخلاط. واروح اتبل الجمبري بتاعي على خفيف. ليه؟ عشان الصوص هنحط معاه بهارات، وهنحط معاه برضه توم وحاجات زي كده. لما تشوفوا الصوص انا بعمله دلوقتي ان شاء الله يعجبكم الصوص ده، وده السر بتاعي. ولما نعمل التتبيله في الخلاط اللي هيتفضل نخليها نعمل بها الجمبري المشوي على الجريلا، ونعمل بها اي جمبري عندنا. يبقى التتبيله اللي قلتها اللي في الخلاط دي للايه؟ للجمبري المشوي. هتبل البتر فلاي بتاعي تتبيله على خفيف كده، وارصه في الصينيه زي ما هو كده. هدخله يشم من النار بس كده واطلعه، يعني لونه يتغير بس ما يستويش. تمام كده، عشان هنكمل سواه برضه بالايه؟ بالصوص اللي انا هعمله. اهو انا مسخن الفرن بتاعي اهو، هدخل الصينية وبعد كده بقى اطلعها واروح بقى اعمل الصوص. ركز معايا بقى، معايا كام برتقانة اهو، تمام، 6 برتقانات او 5. ونروح بقى للبهارات. كاري، ركز معايا، كاري، فلفل اسمر، ملح، كمون، مرق الدجاج، فلفل ابيض. ومعايا معلقتين او 3 مستردة. معايا ربطة شبت او حزمة شبت. معايا معلقة توم كبيرة، ومعلقتين 3 كاتشب، وهوت صوص لو عايزين. واروح بقى للليمون. كام ليمونايه؟ 5-6 ليمونات، معلقتين 3 دقيق كبار، وبولة زبدة، وكريمة الطهي والحليب، سواء كان معلب او ايه او من عند اللبان. بس هنستعمل كريمة الطهي الكمية اللي احنا عايزينها، حاجة بسيطة. يلا نعصر الليمون بتاعنا ونعصر البرتقان بالشكل ده. ده البرتقان اهو، وده الليمون، وصفيته خلي بالكم. ونروح بقى نبتدي الحكاية من الاول وبالتفصيل، واحدة واحدة. هنعمل الصوص بخطوات سهلة جدا. وعايزين نعرف ان صوص البتر فلاي له كذا طريقة، وهي ديت افضل طريقة لصوص البتر فلاي. وان شاء الله نقدم طريقته بالعسل في الفيديوهات القادمة باذن الله لو بتتابعونا لاول مرة. يلا كلنا كده نشترك في القناة ونفعل الجرس للكل ونتابع الصفحة عشان نشوف الفيديوهات الحلوة والاسرار الجميلة. طاسة على البوتاجاز ونعمل الصوص الافضل للبتر فلاي باول خطوة اللي هي الايه؟ الزبدة بتاعتي تسخن. وبعد كده هنزل التوم بتاعي. لما ياخد اللون ده كده هنبدأ نحط ايه؟ الدقيق. والمقادير في المطعم غير مقادير البيت. بتكون في البيت طبعا حاجة قليلة، مكعبين زبدة، برتقانة، ليمونة، معلقتين دقيق او معلقة دقيق، حاجات زي كده. اما المطعم بتبقى الكميات كتيرة قوي عشان هنشتغل جمبري كتير. لما التوم بتاعي احمر وخد اللون اللي حضراتكم شفتوه ده، انزل الدقيق وادوبه تماما في الايه؟ في الزبدة مع التوم. تاه مني الدقيق اهو بالشكل ده كده. لو شغال بمقصوصة او بمضرب البيض مفيش اي مشكلة. هنروح نجيب البهارات بقى، الملح مع سنة الايه؟ الكاري، مع مرقة الدجاج، مع الفلفل الابيض والاسمر، وبهر وادوب البهارات كويس. والكمون طبعا مفيد، يعني سنة الكمون اللي بنحطها فيها فايدة. نروح بقى نجيب اللبن، سواء كان اللبن بتاعنا معلب او من عند اللبان. لو من عند اللبان بنديله غلوة الاول على البوتاجاز ونسيبه كده لما نعمل الصوص وننزله بالشكل ده كده. نربط واحدة واحدة بقى، نظبط النار. خلي بالكم لو النار عالية نهديها عشان ما تحرقش مني الصوص. اهو نحط لبن تاني، وبعد كده ندوب بمضرب البيض او المقصوصة. المهم النتيجة في الاخر تطلع حلوة. طبعا الافضل مضرب البيض. نجيب اللبن نربط، وهكذا لما احصل على القوام اللي انا عايزه. لسه هنزود لبن برضه. طبعا اللبن يا جماعه ما رضيتش اقول لك كوبايه ولا 2، لا، اللبن موجود معايا لما ايه؟ لما احصل على الصوص بالشكل ده كده. احط بقى شويه كريمه
نص مج او مج كامل على حسب المقدرة، وانزل بالليمون، وبعد كده البرتقان، عصير الليمون وعصير البرتقان، واقلب اهو. نسبة الملح بظبطها مع نسبة مرقة الدجاج، بأكد على هذا الموضوع عشان ما يطلعش مني الصوص مالح. وانزل المستردة الأصلية جودة عالية، لو مستردة من العادية لا هتبوظ الصوص، لازم مستردة رقم 1. واحط الكاتشب وشوية هوت صوص كده على على خفيف، عشان احصل على لسعة كده في الصوص بتدي طعم حلو قوي. واقلب شوية الكاتشب بيدوا سن التسكيرة، يا سلام، طعم مسكر بسيط جدا كده مع الصوص بياخدك لعالم تاني. واحط شوية الزبدة بتوعي اللي فاضلين برضو في الاخر، يبقى الصوص بتاعي اصبح جاهز بالشكل ده كده. الاساسي فيه، بص على المنظر، شايفين الخيال، حاجة حلوة قوي. الاساسي فيه طبعا التوم مع الزبدة مع الليمون مع عصير البرتقال مع المستردة. لا لا لا، الكريمة يا جماعة بتعمل شغل تاني، ما بنحطش عليه اي اضافات تانية. في ناس طبعا بتخترع وانا عارفها وبتألف وكل ده. لا 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 لا، هو ده الشغل الصح. نروح بقى بعد الجمبري ما خد مني اللون الاحمر البسيط الحلو ده، هبدأ احط الصوص بتاعي وهو سخن كده على الجمبري. كل جمبرياية ادي لها صوص، وازود برضو عشان الصينية يبقى فيها صوص كتير مع مع الجمبري، عشان لازم ياخد غلوة فوق الشوالي اللي الجمبري من تحت ما كملش ايوه ما كملش سواه. انا حمرته في الفرن كده تحميرة، لازم ياخد غلوة مع الصوص فوق الشواية، وما زودش برضو السوا داخل الفرن عشان ما تحرقش مني. عايز الجمبريه تطلع تتقشر معايا، اللون يبقى حلو والطعم يبقى جميل. لو تفضل مننا صوص يا شيف رضا اللي انت عامله بالشكل ده كده، يقعد معانا قد ايه في التلاجة؟ حطوه في التلاجة بس لما يبرد ممكن يكفي يوم واتنين. اما لو ضفتوا حاجات تانية غير اللي انا بقولها ديت، الصوص مش هيكفي معاكم كام ساعة. بص على المنظر اهو، يبقى كده رشة الشبت في الاخر، والصوص بيغلي والجمبري سخن، والصينية طبعا سخنة. بألف هنا وشفا لو جربناها مع الجمبري الجامبو او الجمبري الكبير او الجمبري الوسط هتبقى حلوة قوي. الصغير لا، ما ينفعش غير شوربة مشوي على الجريلا، ده بالنسبة للجمبري الصغير. اما الكبير احلى حاجة له البتر فلاي. بص على المنظر، الله يا سلام على الجمال، حاجات حلوة قوي. الصوص مع الجمبري طعامة مفيش بعد كده. وايه ده بقى؟ الله، كابوريا نيتي كمان معمولة في صينية. لا 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 لا، يا سلام بقى لو نشارك الفيديو ده للغير عشان كل الناس تستفيد معانا. وما تبخلوش عليا باللايك بالله عليكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات دلوقتي حالا، ولو جربتوا الطريقة برضو منتظركم. يلا، لو بتشوفوني لأول مرة، أنا أخوكم حبيبكم الشيف رضا شعبان فودة. دي قناتي على اليوتيوب بنفس الاسم، وصفحتي على الفيسبوك برضو الشيف رضا شعبان فودة. منتظركم تشتركوا معايا وتتابعوني. أشوفكم على خير.